فيها الوفاء والأمل، معدنها غالي أصيل، للناس تملي دليل، وادي يا ناس الحب. مع تقديري وعرفاني. سيداتي وسادتي، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذا اللقاء الجديد. ضيفنا وضيفكم في هذه الحلقة دكتور خالد البوهي الناقد الأدبي. أهلا بك دكتور خالد. أهلا وسهلا بحضرتك. دكتور خالد، في حياة كل منا شخصيات أثرت فيه وتركت بصمة واضحة دائما يدين لها بالتقدير والعرفان. أكيد عندك رسائل تقدير وعرفان كثيرة، لنبدأ بأولى هذه الرسائل. رسالتي طبعا الأولى لوالدي ووالدتي. والدي ربما أنا تعلمت الثقافة من والدي. أبي مغرم بالثقافة، الكتاب تقريبا لا يفارقه. ربما أخذت أنا هذا منه، تعلقت بالكتاب، تعلقت بالقراءة، تعلقت بالثقافة، تعلقت بالشعر، تعلقت بالأدب، تعلقت بالقراءة عموما في شتى الظروف. فيعني أبي يعني ربنا يديله الصحة كده، شيء طبعا أعطاني هدية طبعا رائعة ما زلت أعتز بها. أمي كذلك يعني أعطتني الكثير، أعطتني الحب، التسامح، حب، الصفات نفسية يعني ربما أعتقد أن لها فضل كبير جدا عليها. أمي متسامحة جدا مع نفسها، متسامحة مع الأيام، متسامحة مع الحياة. ربما أخذت أنا هذه الصفات يعني منها. أكيد مدرسينك في الصغر، بنقول التعليم في الصغر كالنقش على الحجر، يعني أكيد تعلمت منهم الكثير وتذكر لهم الكثير وترسل لهم هذه الرسالة مع تقديري وعرفاني. طبعا يعني المدرس يمكن ليه فضل كبير جدا على التلميذ. أحمد شوقي زمان لما قال قم للمعلم وفيه التبجيل كاد المعلم أن يكون رسولا. حقيقي فعلا كل إنسان، كل مدرس كان ليه الفضل إنه علمني حرف واحد. طبعا ليه كل الشكر وكل العرفان وكل التقدير. لا أستطيع يعني أن أستثني واحدا منهم. تذكرش أسماء؟ لا أسماء معينة؟ يعني أحترمهم كلهم، وفي قلبي لهم مكانة يعني. شكرا لكم سادتي وسادتي، ولكم أرق تحيات سهام سعد، حسام عبد المنعم، وفاطمة رضوان. مع تقديري وعرفاني. إذاعة القاهرة الكبرى.